السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهارده ان شاء الله باذن الله. الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. وفضلا منكم ما تنسوش تدعموني بلايك تشجيعا منكم ليا. نبدا يومنا ونقول بسم الله. طبعا حابه ارحب بكل حبايبي اللي نوروني في القناه جديد. اهلا وسهلا بيكم، وربنا يا رب يجعلنا دايما متجمعين في الخير، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده مشتريات يوم السوق، وزي ما انتم متعودين معايا بقيه اليومين دول بنزل السوق متاخر شويه عشان الاسعار تكون ارتاحت شويه يعني نوعا ما. المهم انا كنت نازله السوق حوالي الساعه 11 كده تقريبا. كانت الحاجات الحمد لله كويسه يعني، ما شاء الله السوق كان عمران بالخير والحاجه كانت زي الفل. بصوا بقى، اول حاجه جبت الباميه، ودي كان اول مره السنه دي ان انا اجيبها. انا كنت خلاص خلصت الباميه اللي انا مفرزاها، فقلت بقى ايه اجيب كده نص كيلو باميه نقضي بيه يوم، علشان خاطر نعرف ان احنا ايه يعني طول الاسبوع نبقى عارفين احنا بامر الله من غير مقاطعه كده هنمشي الاسبوع ازاي وهنطبخ ايه وهنعمل ايه. فجبت النص كيلو الباميه ده، قلت هيكفيني يعني. انا الحمد لله يعني الوجبه بعملها نص كيلو بتبقى حلوه جدا وبتكفي وبتوفي الحمد لله والشكر لله. جبتها ببعضها كده ادتهاني ب40 جنيه. الباميه بقالها من ساعه يعتبر ما نزلت، وهي كانت 60 50 وبعدين وقفت على 40 ومش عايزة تنزل عن كده. فما شاء الله حلوة جدا يعني. مثلا على نص 7 كده بإذن الله ونبدأ ان احنا نفرز. ما تستنيش بقى للآخر لما تكون يعني بدأت ان هي ما تبقاش حلوة، يبقى فيها حاجات كده وما بتبقاش حلوة وبتنشف كمان ومش بتبقى حلوة. فهو على نص 7 ان شاء الله نبدأ نفرز منها بأمر الله تعالى. وان شاء الله تكون سعرها رخص عن كده شويه. المهم جبت النص كيلو ب20 جنيه، وجبت كمان 2 كيلو بطاطس. ال2 كيلو عاملين اللهم صل على النبي 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص ب20 جنيه، الكيلو وربع ب10. ما شاء الله البطاطس انتوا عارفين ان هي مفيش غنى عنها، بس اليومين دول حاولي ان انتي ما تكتريش منها لان الجو حر، والبطاطس اصلا في اخر السنه كده، هي يعتبر دلوقتي في اخر السنه بتاعتها، فما بتستحملش وبتبوظ على طول. فانتي لو عندك الجو حر قوي تقدري ان انتي تحتفظي بيها في درج التلاجة، لو قعدت سنه مش بيجرى لها اي حاجه خالص. جبت كمان اللهم صل على النبي الطماطم جبتها ب5 جنيه، ما شاء الله حلوة جدا وحمرة وبلح وجميلة. فبرضو يعني الطماطم من الحاجات اللي سعرها حلو جدا اليومين دول الحمد لله والشكر لله. اللي اتفاجئت بسعره يعني كنا الساعة 11 وبرضو يعني سعره غالي قوي، يعني الكيلو ب20 جنيه اخر كلام مفيش فصال. فالله المستعان بجد يعني. مش عارفه الخيار السنه دي ماله كده شديد قوي قوي، مش عارفه ليه يعني. مش عارفه لما كنا الساعه 11 وبيبيعوه ب20 جنيه، امال الصبح زمانهم كانوا بيبيعوه بايه بدري. فالله المستعان نقيت فيه كده كام خيارية صغننين قوي زي ما انتم شايفينهم كده، عشان انا كنت جايبه كيلو ليمون واستكترته قوي يعني. كانت العربيه معديه بتبيع الكيلو ب10، فاستكترته ولقيت فيه صغير كتير، فروحت جايه منقيه منه كام ليمونه كبار كده والباقي رحت سلقاه. قلت اعملهم مخلل، فاخد بقى معاهم كده كام خيارية من الصغننين دول، على كام قرن فلفل كده، ويبقى عندنا كده برطمان مخلل حلو بدل ما نروح نشتري مخلل من بره. جبت كمان نص كيلو ليمون. جبت النص كيلو ليمون ده عامل 10 جنيه، ده احلى حاجة فيه. برضو الكيلو عامل 15 جنيه، اللي هو الدرجة التانية يعني. البتنجان حلو قوي قوي قوي، اللهم بارك، جميل قوي ما شاء الله. الكيلو عامل 5 جنيه، بس حلو قوي بصراحة وصابح وجميل. هنا كنت بقول لكم البتنجانية لما تيجي تخبطي عليها كده وتلاقيها بترن، اعرفي ان هي خفيفة كده، وتعرفي ان هي ايه ما بتبقاش من جوه مبزرة ولا اي حاجة، بتبقى حلوة قوي. فدي حاجة مهمة قوي لما تيجي تشتري البتنجان، تبقى البتنجانية خفيفة، وتيجي تطبلي عليها تسمعي رنة كده فيها. ما شاء الله البتنجان اليومين دول طبعا انتوا عارفين ان ده اوانه او عزه يعني، فبيبقى حلو قوي قوي اليومين دول. جبت 2 كيلو. طبعا انتوا عارفين برضو ان البتنجان من الحاجات الاساسيه في البيت. هنعمل مثلا يوم كده شويه مسقعه ونقضي بيهم يوم، بتبقى زي العسل جنب فطار جنب غدا، من الحاجات الحلوه قوي 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 ما شاء الله. بصوا بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. جبت كمان بتاع ده نص كيلو رز بسمتي. قلت عشان النهارده ان شاء الله باذن الله كنت مطلعه الفرخه اللي انا كنت سايباها معاكم يوم تقسيمه الفراخ، وقلت لكم اهيت هنبقى نعملها، نبقى نشويها على الفحم، فان شاء الله باذن الله هبعتها ان هي تتشوي، وهعمل جنبها رز بسمتي، ويبقى يوم من ضمن الاسبوع وعدى.
فالنص كيلو عامل 35 جنيه. ده النضيف. في طبعا نوع ارخص شويه، لكن انا قلت له ان اوزن لي من النضيف. الحبايه بتاعته طويله وحلوه ما شاء الله. جبت كمان ربع كيلو لوبيا. قلت برضو ممكن في وسط الاسبوع اعمله، يعني اطبخه كده واعمل جنبه شويه رز بشعريه وشويه مخلل، وتبقى اكله زي العسل ويبقى يوم معدى برضو. وجبت كمان كيلو مكرونه اسباجيتي عشان ان شاء الله باذن الله نبقى نعمل بانيه. شايفين انتوا لو عديتوا كده الوجبات معايا هتلاقي كده الاسبوع اتفنط معايا اهو. فالتسويقه دي يعتبر شامله كامله متكامله، يعني بصوا الاسبوع كله، اكلات الاسبوع كله. فان شاء الله طبعا البانيه موجود معايا. حبايبي اللي متابعيني عارفين، لو انتي اول مره لسه بتشوفيني خشي كده شوفي الكام فيديو اللي عدوا. احنا عاملين تقسيمات وحاجات حلوه جدا. ففي التقسيمات دي كنت عامله البانيه، هعمل جنبها المكرونه دي ويبقى يوم معدى. وجبت لهم كمان ربع كيلو ذره فشار. ما شاء الله تبارك الله. طيب الفاكهه بقى، جبت عنب بس لان كان يوم الاربع بالليل كانت عربيه معديه بتبيع تفاح، فكنت نزلت ولادي جابوا لنا وكده، فجبت عنب وخلاص. وكان التفاح موجود في التلاجة، وكان عندي نص بطيخه برضو في التلاجة، فمرضتش ان انا اكتر الفاكهه. جبت ال2 كيلو عنب ب25 جنيه. بس عايزه اقول لكم سكر وزي العسل، وسعره السنه دي حلوه قوي قوي قوي. يعني جبت 2 كيلو ب50 جنيه ما شاء الله زي العسل. جبت كمان نص كيلو بسارية، برضو بسارية من الحاجات الحلوة قوي 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 لو بتحبوها، وسعرها حلو قوي، يعني كيلو ب40 جنيه. جبت نص كيلو ما شاء الله. نص كيلو ده بيكفينا وبيغرقنا يعني ما شاء الله. فجبت نص كيلو ب20 جنيه. يبقى كده عندي، اللهم صل على النبي، النهارده هنعمل الفراخ المشويه والرز البسمتي، يوم هنعمل البسارية، يوم تاني هنعمل البانيه والمكرونه الاسباجيتي، يوم تاني هنعمل اللوبيا والرز بشعريه مثلا، يوم تاني مثلا هنعمل شويه مسقعه تبقى زي القمر كده في طاجن في الفرن، وتاكلي بعيش كده وبطاطس محمره تبقى زي الفل. ممكن يوم تاني نعمل كشري اصفر وبيض وبطاطس. يبقى انا كده قسمت الاسبوع كله معايا ما شاء الله تبارك الله. يعني عايزه اقولك الاكلات كلها متقسمه معايا، فالحمد لله والشكر لله. يعني اكله زي الفل واكلات حلوه جدا وكمان اقتصاديه جدا. وكمان الفراخ اليومين دول سعرها حلو قوي. حاولي لو هتجيبيلك فرختين حتى كده وتقسميهم زي ما انا قسمت معاكم الفراخ، برضو بتنفع قوي 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 ما شاء الله. فهنا كنت بقول لكم يوم هنعمل مثلا اللوبيا، يوم هنعمل المسقعه. فما شاء الله كده انا عرفت باذن الله الاسبوع بتاعي هيمشي ازاي وهطبخ ايه طول الاسبوع. والحمد لله والشكر لله. مش هحتاج بقى ان انا انزل اشتري اي حاجه، كل حاجه موجوده عندي، اللهم لك الحمد والشكر. عندي برضو الفراخ الشاورما اللي انا مقطعاها، ممكن في يوم اعمل صينيه مكرونه نجريسكو. عندي المكرونه القلم وعندي اللبن في الفريزر، فممكن في يوم برضو اطلعها واعملها. يعني بصوا الحمد لله والشكر لله، انا نزلت يوم السوق مش هنزل تاني، كل حاجه موجوده عندي في البيت. بقسم نفسي كده يوم الاربع بالليل وانا قاعده ببقى بشوف كده، طبعا بعد ما ربنا يأذن لنا ويأمر لنا ان شاء الله هطبخ ايه بقى طول الاسبوع، وبمشي نفسي ازاي، وبورقه وقلم كده وتكتبي، وان شاء الله كل حاجه بتمشي معاكي سلسه وسهله بفضل الله. وربنا يدبر لنا امورنا جميعا، اللهم امين. ودايما ندعي الدعاء الحلو ده، اللهم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير، وكن لي يا رب خير وكيل. فربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، ويرزقنا يا رب حسن التدبر، اللهم امين يا رب العالمين. فحبيت برضو اعرفكم انا همشي الاسبوع ازاي وميزانيتي هتمشي ازاي. طبعا كنت بعت بقى الفراخ اتشوت الحمد لله والشكر لله، وعملت كمان رز بسمتي، وعملت طحينه، وعملت سلطه كده، قطعت خيار وطماطم، وربنا يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. وده كان غدانا في اول يوم في الاسبوع، وان شاء الله بقى مكملين الاسبوع مع بعض، وربنا يعيننا ويقوينا جميعا ويعمر بيوتنا بالخير وبالبركه، اللهم امين يا رب العالمين. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، بتمنى يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. اشوفكم في فيديو جديد، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.